معلش انا بس عندي حاجه، سؤال كده عايز اساله. ايوه. انا عندي اختي كانت متجوزه لواحد له مركز كويس ودنيته كويسه جدا، وما حصلش نصيب، يعني الدنيا ما كملتش، بس بعد فتره وعندها طفلين. تمام. علاقات له علاقات، وما خلاص هي ما استحملتش فقالت انا عايزه اطلق. طيب. تمام. اتطلق. مم. بعد فتره احنا بنحاول ان احنا نصلح، بس هو كان مؤدب جدا ومحترم جدا وكلنا بنحبه. الله يفتح عليك. هو علاقاتهم يعني النسائيه هي اللي خلتها تطلب الكلام ده. الايه يا فندم؟ علاقات تانية، فخلاص هي مش قادره انها تتحمل العلاقات التانية بتاعته. ممتاز ممتاز. تمام. ومحدش عارضها في حاجه، وخلاص ده حقك وده اختيارك. بس اسمح لي احييك، انتوا ناس محترمين قوي. الله يخليك. طبعا. ما هو ما حدش، ما انا بعالج لسه الموضوع يا هشام، ان اللي بيطلع القطط الفطس، فكونك تقول هو شخصيه محترمه وبرغم ان اختي كذا. الله يفتح عليك يا رب، والله يا رب يا رب يا رب تدوم كده، يا رب تدوم كده. الله يخليك. اتفضل. وقتها وطلعنا عمره، قلت لها عشان تقدر تفكر ان احنا عايزين ان البيت يتصلح تاني ويرجعوا لبعض. هو عارف غلطه وبدا ان هو يصلح الحاجات اللي فيه، بس هي مش قادره تتقبله. الايه؟ هي مش قادره تتقبله تاني. هو جه عرض العوده. جه هو ووالدته وقعدوا واتكلموا وكل حاجه. مفيش حمل حصل يا هشام ولا حاجه؟ نعم. مفيش حمل حصل؟ لا في طفلين. طفلين؟ كبار. لا انا افتكرت، سمعت كلمه ما كملتش يعني. لا. في طفلين. لازم يرجع، لازم يرجع، وهي توحد الله وتصلي على النبي وتفكر. مش توحد الله وتصلي على النبي، لا توحد الله وتصلي على النبي وتقرا البرده بتاع البوسيري وتقول ياما القمر على الباب خبط اناديله، بس لازم تفكر. نمره 5 ده اهم من اللي فاتوا دول. مش دي المشكله. المشكله ان انا اخدتها وطلعنا عمره، ان احنا تقدر ان هي تفكر تبعد عن اي مؤثرات. رجعت برضه ما فيش. ايوه. وبعدين اكتشفت او اللي حصل، لقينا واحد معاها في الشغل جاي يتقدم لها. الواحد ده له اساسا سابقه معايا انا شخصيا. هو سليط اللسان وادبه قليل. تاني الجمله الاخيره. وادبه قليل. لا تاني الجمله الاخيره، في قبل ادبه قليل دي جمله كلمه. اللي هي يا فندم؟ انت قلت ما اعرفش ايه وادبه قليل، اللي قبل الواو ايه؟ اللسان. ابن خالك؟ ايه؟ ابن خالك؟ لا ده واحد. هو زميلها في الشغل. وعارف انها مطلقه وانتهت. عارف، وهو كان معانا واحنا عارفينه، وهو عارفنا وعارف حياته وعارف حياتنا. كويس قوي ده. وصديق. طب كويس. من بعيد لبعيد. يعني عارفينه. عارفينه ومش يعني. وهي عايزاه. ما هو لحظه واحده يا فندم، هي المشكله مش فيه. تاني بص هقول لحضرتك على فندم، هي الفكره كلها ايه؟ الجواز ده مبدأ محدش فينا رفضه، ده حقها. تمام؟ طبعا. ده حق ليها هي تقر، بس احنا يعني بنتكلم في الاختيار مش في المبدأ. انا فاهم طبعا. تمام؟ الاختيار، الراجل ده له موقف معايا انا شخصيا في قله ادب، وهي عارفه بيه والناس كلها عارفه بيه. تمام؟ الراجل ده لسانه طويل. مراته 3 مرات اللي قبليها كل الناس اللي عارفاه عارفه طول لسانه وعارفه قله ادبه وقله ذوقه. ايوه. لا انا ولا والدتي ولا اخويا موافقين. والسبب الشخص، احنا ما بنعترضش على المبدا، بس انا بستغرب قوي كلمه هي عارفه دي، ما انا كنت هقول لك عرفها وناقشنا فانت قفلت الباب عليا. وبتقول ايه يا فندم؟ عارفه وبتقول برضه ايه الادب والصلاه، بس انا عايزاه. ووصل ان هو وقعنا في بعض، يعني وصل ان احنا خلاص احنا يعني انا مثلا انا وهي، لان انا معترض، لان انا يعني الفكره كلها. لا بقى هشام وقفني 3 ثواني من فضلك حوالين ان هي عارفه وبتقول. عارفه وبتقول يعني بتقول انا عارفه ان لسانه شبرين. بس هاخده. بالظبط. هشام من فضلك. في حته تانية لازم اعمل كومه واقولها لك، ما يمكن لسانه طويل معاك ومع الدنيا بس عندها ملوش لسان. ما هو يا فندم احنا ما لا رد عليا من فضلك من فضلك. ما اعرفش العلاقه بينهم ايه، لان احنا لا ما فيش علاقات ولا حاجه، لا يعني انا قصدي ما هو زميل وبيكلمها، فممكن يكون شوارعي مع لحظه ممكن يكون شوارعي مع الدنيا كلها. طب يا فندم وعندها من فضل يا فندم، انا بقول ممكن يا فندم، انا بقول ممكن. وهو عندها فرخه بكشكين وبتاع، وممكن تكون هي ناقشته اتوانس بتاع ده، اسف. الموضوع بتاع هشام ركز معايا. ممكن لحظه واحده، ممكن تكون هي ناقشته. امال ايه حكايه لسانك الطويل ده كده وانت معايا بتنقط سكر وسبقت احمد شوقي المتنبي يقولها؟ عشان يا فندم انا ربنا يعلم بقى بالنيات، لكن نهارك سعيد فل سنه ابن 66 ممكن جدا يبقى عنده المفارقه دي فعاجبها، بس هينضح برضه، يعني هينضح. هو انا هشام لا ارى غير المناقشه الهاديه وتبادل. هقول لك اصل الموضوع طول اللسان ده زي ما قلت لك فيه تفصيل. تفصيل يعني ايه؟ يعني قد يكون لحظه، قد يا فندم قد يكون سليط اللسان. انا يهمني، شوف انا يهمني ان الراجل ده على خلق، واللسان من اول الخلق. لا يا فندم احنا ماشيين. لو مسك اختك دي وغسلها بكلمات سيئه، اختك بالتربيه النبيله بتاعتك دي هتموت، هي هبله ومش عارفه حاجه. بالظبط. لو الولد ده بهذه الطريقه
مع الكل، ومش مثلا ما احنا هنظبطه ونقول له حتى لو كان مع الناس وحش ومعاك حلو هنقول له اتق الله في كل الناس. جميل. افرض ان هو متعصي، وافرض ان هو صنايعي وعرف يبقى لسانه الشبرين مع الاجانب، ومعاها بيقول لها يا جميل يا مسبسب، واتجوزته ومسكها الصبح بقى ردح. حلو. الردح ده عند البنات المتربيه، انا من عباراتي زمان قلت اللي بيردح ده الفوله بتاعته واحده بتردح زيه. لا علشان لحظه يا فندم، علشان خاطر لو خد بنت ناس محترمه وابتدى في موشح الردح قبل ما يخلصوا هي هتموت، لانها لا اتعودت على ده ولا باباها علمها كده ولا 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 ولا، فهي هتنتهي. يا اما هتغير هي النظام والفلسفه وتبقى زيه، ويبقى بدل ما نجوزها نسعدها، لا اشقيناها بان اكتسبت منه خلقه فصارت زربه اللسان كما انه زرب اللسان، يبقى دي خيبه. ادينا اختنا ما بتستحملش ريحه الهواء اللي فيه دخنه صغيره لواحد مدخن شرس خلاها مدمنه، وبتجيب الجوزه بتجيب السيجاره وتشرب، يبقى احنا ميلنا بختها من ناحيه تانية. فالمفروض انا زي ما قلت لحضرتك حوار هادئ بان ده عارفينه مش بعيد عننا ولسانه كذا، وانت مش هتعودي على ده ومش هتستحمليه، اهدي شويه وفكري شويه. شريطه ان تكون صادقا فيما ذكرته لي بان البيه لما جه انتوا عندكم ميول، ولو انا مكانك هيبقى عندي الميول ان جوز اختي اللي مطلقها اللي جايب منها جوز اولى، وربنا قال الكلام ده على فكره، وبعولتهن احق بردهن في ذلك لو كان في حمل، ما بالك والحمل نزل وبقى جوز. يبقى لو الست وفت عده، شوفوا حكم الشرع بقى، امرأة طلقت ووفت عده وجاء الخطاب يخطبونها، ومن هؤلاء الخطاب الذي طلقها اللي هو أبو العيال، الحكم إن أبو العيال أولى وبقية الطابور يروح، علشان أبو العيال الله هيعرف يربي معاها العيال الله وهيستحمل العيال، غير أبو العيال هيشوف تضاريسها حلوة قدامه، هيمثل إنه هيبقى أحن من أبوه بعد ما يدوس، وانا متاكد وعلى الهوا ولساني مش فالت يعني، بعد ما يدوس على التضاريس ويجيب اخرها هيصبح الصبح يلاقي العيال بتوع الراجل الاخر الانذر مان كانهم عزرائيل وكانهم شيكائيل وكانهم اي حاجه، مع ان ملك الموت ما اسموش عزرائيل، يعني قصدي البعبع يعني العو، هيشوفهم دول السبب، هيموتهم وهيموتوا بعض وهتبقى عيشه معفنه الا من رحم الله. فابو العيال اولى.